وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كلما أحرموا من الميقات وكلما لبي الملبيون ويزيد في الحسنات. الله أكبر الله أكبر كلما دخلوا فجاج مكة آمنين وكلما طافوا بالبيت الحرام وسعى بين الصفا والمروة ذاكرين الله مكبرين. الحمد لله الذي شرع لعباده عيدا يذكرونه فيه ويشكرونه على فضله وإحسانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله لتبليغ الحق والتبيانه. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا وجاهدوا والذين آووا ونصروا وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه العظيمة، واعلموا أن يومكم هذا يوم الحج الأكبر جعله الله عيدا لأهل الإسلام، يأتي بعد يوم العرفة الذي يعدي الحجاج فيه ركنا أعظم من أركان الحج، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، ويوم العرفة هو يوم العتق من النار، يعتق الله فيه من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من المسلمين ممن تقبل الله توبته وصلحت أعماله ونياته. فذلك صار يوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين في جميع الأمصار من الحجاج وغيرهم، لاشتراكهم في العتق والمغفرة في يوم العرفة. وكما اشتركوا في المغفرة والعتق من النار، يشتركون في هذا العيد الذي يتقربون فيه بذبح القرابين من الهدايا والأضاحي. ومن خصائص هذا اليوم المبارك ذبح الهدايا للحجاج وذبح الأضاحي للمسلمين من حجاج وغيرهم. والأضحي سنة إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، فإن سبحانه شرعها لإبراهيم حين فرض له الذي أمره الله بذبحه امتحانا له، فبادر بامتثال أمر ربه فلما أسلم وتله للجبين. وعند ذلك لما ظهر صدقه فداه بذبح العظيم. رواه ابن ماجه وغيره من حديث زيد بن أرقم: قيل يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة إبراهيم. قيل له: فما لنا بها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قيل: فالصوف؟ قال: لكل شعرة من صوف الحسنة. وضع النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين الأقرنين أملحين، أحدهما عن محمد وآل محمد، وآخر عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأفضل الأضحي أكرمها وأسمنها وأضلها ثمنا، وتجزع شاة عن رجل وأهل بيته والبدنة والبقر
والبدنة والبقرة عن 7، والمجزع من الدعم ما تم له 6 أشهر فأكثر، ومن المعز ما تم له 1 سنة، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن الإبل ما تم 5 سنين. واجتنبوا ذوات العيوب فإنها لا تجزع في الأضحية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الأشهاد. أما بعد أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمة الإسلام الذي أكمله لكم وأتم عليكم به النعمة ورضيه لكم دينا. فاتقوا الله أيها المسلمون وعظموا حرماته، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. اجتنبوا الربا والرشوة والخيانة والسرقة والغش في المعاملة والأعمال والبيع والشراء، فإن من غش المسلمين فليس منهم. وحافظوا على الصلوات وحافظوا على الصلوات والجمع والجماعات، ووقروا اليمين بالله في خصومتكم، واجتنبوا شهادة الزور بينكم، فإن الشهادة الزور قرينة الشرك في كتاب الله. قال تعالى: واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. عباد الله، غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وستروا نساءكم بالحجاب الضاف من الثياب، ومنعوهن من الخروج من البيوت إلا ما لا بد منه، مع التستر وعدم التبرج بزينة، وما تجنب المخالطة الرجال والحلوات مع غير محارمها في مكان حال أو في السيارة. وحذروا أيها الرجال من إسبال الملابس، فإن الإسبال القبيلة من كبائر الذنوب، وما كان أسفل الكعبين فهو في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءنا وأعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مسلمي a takaice, fadawa matakin farko ta yi magana akan layya da falalta kamar yadda aka sha faɗa.
layya tana da falala sosai ga wanda yake Allah subhanahu wata'ala ya kore ma abin da zai layya. Wasu malamai suna ga wannan sunna ce wadda take mai ƙarfi, wasu ma sun tafi akan cewa layya wajibi ne ga wanda yake da hali, kuma akwai falala sosai ga wanda Allah subhanahu wata'ala ya kore ma abin da zai layya din nan. Sunna ce ta Annabi Ibrahim alaihi salam, lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya kaddarci Annabi Ibrahim yayi mafarkin zai yanka ɗansa Isma'il. Kamar yadda aka sha faɗa, Allah subhanahu wata'ala lokacin da ya ga niyyar ta uban da ta ɗan, Allah subhanahu wata'ala ya fanshe shi da abin yanka wanda yake mai girma. Sahabbai sun tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam falalan layya, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu falalarta da kuma ainihin girmanta. Annabi sallallahu alaihi wasallam karan kansa yayi layya, kuma bayan sa sahabbai sun yi layya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke, sun tambaye shi meye matsayin layya, ce sunna ce ta Annabi Ibrahim. Suka ce meye matsayin ita layya abin da take da shi na lada. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce kore gashin dabba, adadin gashin dabbar adadin ladar da za a ba mutum. Idan da abu ko ce irin dabba mutum ya yanke adadin yawan gashin ta adadin ainihin ladar. Shi yasa aka karhanta, ba a san ma lokacin da kwanakin aikin hajji suka shigo ko kuma watan zulhijja ya kama, ma mutum shi mata wanka ko abin da ya shafi haka, saboda zai kawo gashin ya karkade, wasu adadi za su fita. Haka ma sahabbai suka tambaya daga dangance da dabbobi masu dogon gashi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ga kowane so shi ma za a bada ainihin hasana, za a bada lada. Kenan kun ga ba karamar falala gare ta ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke rago guda biyu masu kafoni guda biyu waɗanda suke suna cuɗanye da baki da fari. Aka ce dabbar a wata riwayar irin ta Abi Dawuda, yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke rago ko raguna waɗanda yana kallo cikin baki, yana gurfano a cikin baki, kuma ƙafafunsa baƙaƙe ne, kamar da hadisi ya bayyana. Cewa daga cikin abubuwan da aka so, kamar da aka sha magana, cewa a nisanci daga cikin dabba wadda take ta isa layya, ɓangaren tumaki, raguna shine abin da ya kammala ya kai wata 6, ko abin da yake ya wuce ga wata 6, shine karanci dai wata 6, ko kuma zuwa ga abin da yake ya wuce wata 6 daga cikin tumaki. Daga cikin awaki shine wadda ta kammala shekara ta shigo cikin ta biyu. Shanu wadda take ta kammala shekara 2. Daga cikin raƙuma shine wanda ya kai shekara 5, kuma ana son a nisanta ga masu aibubuka waɗanda suke suna da aibi. Da mutum ya yanke mai aibi to yana da naƙasu, ba zai samu lada wanda ake samu ba ta layya. Daga ciki kuma ‘yan uwa musulmi, mu girmama alfarmar addinin Allah ko hurumatullah, mu girmama abin da yake masu alfarma na Allah subhanahu wata'ala, kamar irin wannan wata da muke cikinsa, watan Zulhijja yana daga cikin watanni masu alfarma. Da kuma wannan yini ne wanda yake mai girman daraja, wanda bai kamata musulmi su yi amfani da wannan yini ba, su yi abubuwan da ba su kamata ba. Yinin sallah yini ne wanda yake mai girma, wanda ake buƙatar musulmi a sadar da zumunci, a yi ‘yan uwantaka da abin da ya kama da haka, kuma a yanke dabbobi irin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kore ma. Sannan mu nisanci abubuwan da suke haramun ne, kamar da dai aka ji abubuwan da suke haramun ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa halal bayyana take, kuma haram bayyana take.
mu nisanci haramun da aikata haramun da faɗar abin da yake haramun ne. Irin abin da ya shafi kisan kai, Allah ya kare, da kuma cin riba da maganganu waɗanda ba su kamata ba. Waɗanda abubuwan da na faɗa ko muka kawo cikin larabci ba sai mun bi su ɗaya bayan ɗaya ba. Mu nisanci abin da yake haramun ne, ko mu san darajar junanmu, mu girmama juna, mu yawaita ayyukan alkhairi ga rayukanmu, abin da ya saura na rayukanmu, saboda me, kamar yadda aka sha faɗa, wannan rayuwa ta duniya 'yan kwanaki ne, ya kwatanta ta da rayuwar lahira. Mu yi ƙoƙari mu ribanta ga waɗannan kwanuka namu, mu yi guzuri, mu yi tanadi saboda kwanciyar kabari da kuma abin da yake biyowa bayansa. Sannan 'yan uwa musulmi, mu girmama juna, mu ga mutuncin juna. Kada a samu wani musulmi yana ma wani musulmi izgili, ko a samu wani musulmi yana cin dukiyar wani musulmi ba da haƙƙi ba, ko a samu wani musulmi yana walaƙantar da wani musulmi ɗan uwansa. Mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, mu kiyaye umarninsa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata. Ya Allah, ka karɓa ibadodinmu da muka yi tun daga farkon rayuwarmu har zuwa yanzu, kuma ya Allah ka sanya mu rayuwarmu albarka. Idan mutum mu ta zo, ya Allah ka sa mu cika da imani. Mazanmu da matan muna da buƙatoci daban-daban, ya Allah ka biya mu da buƙatocinmu na alkhairi. 'Yan kasuwa daga cikinmu, ya Allah ka yalwata, ka ƙara majari albarka. Waɗanda suke neman abin da za su yi kasuwancin ba su da jari, ya Allah ka kore musu. Waɗanda suke da jari, ya Allah ka buke musu dukiyoyinsu. Ma'aikata daga cikinmu, ma'aikatan gwamnati da sauransu, ya Allah ka kare su, ka kare musu ayyukansu. Makiyaya daga ciki, ya Allah ka taimaka mu kowa akan neman halalinsa. Ya Allah ka taimaka mu kowa akan neman halalinsa. Allah ka zaunar da ƙasashen mu lafiya da sauran ƙasashen musulmi, ka zaunar da garurukan mu lafiya da sauran garurukan musulmi. Fitintunun da suke ta samuwar waɗannan ƙasashen namu, ya Allah ka yi mana maganin waɗannan fitintunun. Ya Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da ni'ima da yawar arziki. Ya Allah, wannan damuna idan muka ga farkonta ya soma, ya Allah ka nuna mana ƙarshen ta lafiya. Alkhairin da ake samu na damuna, ya Allah ka haɗa mu da shi. Cututtuka da ake samu na damuna, ya Allah ka kare mu daga gare sa. Ya Allah ka ba mu ruwan sama masu yawa masu albarka. Ya Allah ka taimake mu da rahamarka. Ya Allah ka taimake mu da rahamarka. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.